النهاردة عايزة أتكلم معاكم عن حاجة للأسف بقت منتشرة حوالينا، وممكن تكون في الشخص نفسه وهو مش حاسس. إيه الحاجة دي؟ هي الحسد والحقد. إيه الفرق ما بين الحسد والحقد؟ الحسد إنك بتتمنى زوال النعمة من عند غيرك، مش بس بتتمناها لنفسك، لأ، ده أنت بتتمنى زوالها من عند غيرك. الحقد ده بيكون شعور جواك دفين، بيجي نتيجة موقف مثلًا معيّن حسيت فيه بغيرة من شخص معيّن، بنجاح شخص معيّن أثّر فيك، بيخلّي عندك حقد تجاه الشخص ده. عارفين إيه أخطر حاجة؟ إن الشعورين دول الحقد والحسد بيدمّروا قلبك من جوّه، بيخلّوا دايمًا عندك شعور غير رضا، يعني أنت دايمًا مش راضي باللي عندك، دايمًا حاسس بالنقص، دايمًا باصص للي في إيد غيرك، مع إن الحاجة اللي في إيد غيرك لو جات لك برضه مش هتشعر بالرضا، هتبقى عايز الحاجة التانية اللي في إيد غيرك. والمهم إن هي تزول من عند غيرك. طب ليه؟ ليه أنا أعرّض قلبي لحاجة زي كده وآكل قلبي كده من جوّه وأدمّر علاقتي بربنا؟ عشان تحافظ على الحاجة دي وتحافظ على علاقتك وعلى قلبك. بجد صدقوني، حافظوا على علاقتكم بربنا، دي أول حاجة. تاني حاجة، ادعوا دايمًا بالخير للي حواليكم، واعرفوا إن كل إنسان ليه رزق و وليه توقيت معيّن، وليه حاجة هي اختيار ربنا ليه. فادعِ دايمًا بالخير للي حواليك واتمنى لهم الخير، وادعي لنفسك بالخير زيّهم عادي ما فيش مشكلة، بس ما تتمناش زوال النعمة من عند غيرك، ما يبقاش جواك حقد وحسد تجاه نجاح شخص معين، لأ بالعكس، ادعي للأشخاص اللي حواليك بالتوفيق والنجاح، وصدّقني ربنا هيرزقك أنت كمان بالتوفيق والنجاح، وهيرزقك عفوًا بالخير أفضل منهم كمان. نصيحتي ليكم، خلّي قلبك دايمًا نضيف، خلّيك سبب راحة مش وجع، خلّيك نور مش نار، واللي كاتبه ربنا ليك هيكون، وارضى بيه واقتنع بيه، وصدّقني هيكون هو الخير.